اكتر سؤال انا بشوفه، هل ينفع اتعلم برمجة من الموبايل؟ والاجابة وكمان النهاردة انا هثبت لك ان انا هعمل صفحة ويب بسيطة جدا من الموبايل. انا احمد وانت بتتفرج على اتعلم ببساطة. خليك معايا. الفيديو ده هعرفك ازاي تتعلم برمجة من الموبايل. كل اللي هتعمله انك هتحمل برنامج اسمه ديكودر. البرنامج ده يعتبر من احسن البرامج اللي تقدر تكتب عليها كود، وهو بيدعم اكتر من 36 لغة برمجة، يعني مثلا زي جافا سكريبت، سي بلس بلس، بايثون، كوتلين، روبي ولغات تانية كتير. تعالى دلوقتي نجرب البرنامج. اول حاجة هتدخل على البلاي ستور وبعد كده تكتب ديكودر وهتحمله. انا محمله فانا هدوس على اوبن. بعد كده هيظهر لك بالشكل ده. هندوس على تحت في كلمة اسمها ستارت كودينج، هتدوس عليها وبعد كده هيقول لك create article او create project، فهتدوس على create project وهتلاقي هنا في كل اللغات اللي انت محتاجها. يعني مثلا في HTML، في جافا، في بايثون 3، في سي، في سي بلس بلس، في سي شارب، في بي اتش بي، في كوتلين، في لغات كتيرة جدا. فهختار مثلا وليكن لغة سي بلس بلس. هتدوس على سي بلس بلس بعد كده هيقول لك enter project name، هتسمي البروجكت بتاعك اي حاجة وقول له the first مثلا. بعد كده دوس create، هيظهر لك بالشكل ده. هنا كاتب لك include iOS stream using namespace std، ده بداية اي برنامج من لغة سي بلس بلس. فاحنا هنقول له مثلا عاوزين نطبع اسمنا، فهنقول له هو كاتب هنا سي اوت هلو وورلد. لو جيت دوست ران تحت كده هتلاقي بوتن هيظهر لي هلو وورلد. تمام، انا عايز اطبع اسمي مثلا اقول له سي اوت. لو جيت دوست ران تاني هيطلع لي هلو وورلد احمد عادل، بس الاتنين لازقين في بعض فعايزين نعدلها. هنعمل له هنا مثلا اند لاين. هدوس ران طلع لي في الاوتبوت هلو وورلد بعد كده احمد عادل. تمام، ده بالنسبه للغه سي بلس بلس. احنا دلوقتي عاوزين نعمل كده بروجكت صغير باستخدام ال HTML وال CSS، يعني بروجكت ويب يعني. فانت هتدوس على ستارت كودين بعد ما طلعت يعني من سي بلس بلس، هتدوس على ستارت كودين وهتدوس على كرييت بروجكت. هتلاقي اول حاجه HTML، هتدوس عليها. بعد كده هيقول لك برضو انتر بروجكت نيم. الموضوع سهل جدا يعني. هنكتب له مثلا احمد وهندوس كرييت. فاحنا فتح لك ال HTML، هتلاقي فوق كده index.html، هتدوس عليها عشان نكتب ال HTML بتاعنا. وملحوظة انا مش بعلمك دلوقتي انك ازاي تعمل موقع من الموبايل او تعمل صفحة مثلا HTML من الموبايل. هي كل فكرة ان انا عاوز اثبت لك بس انك تقدر تتعلم برمجة من الموبايل. هو الفيديو ده بس يعني وظيفته انه يعرفك ازاي تتعلم برمجة من الموبايل. اوكي، خلينا بقى نبدأ. احنا كده خلصنا ال HTML. لو جينا مثلا دوسنا ران تيرمينال اللي هي الشاشة السوداء دي، وهتلاقي جنبيها كلمة البراوزر. لو دوست على كلمة البراوزر هيفتح لك الموقع اللي انت عملته. عايزين بقى نعملها شوية تعديلات كده بال CSS عشان تكون شكلها احسن. فنبدأ في ال CSS. هتلاقي تحت كده في خانة جنب الكيبورد، هتدوس عليها هيقول لك ده الاندكس دوت CSS index دوت HTML اللي احنا خلصناها، وهتلاقي اخر حاجة index دوت جافا سكريبت. فاحنا عاوزين ال CSS فهنختار على اول واحدة index.css. وتعالى نكمل تعديل الصفحة. كده احنا خلصنا الحمد لله ال CSS. تعالى كده ندوس build and run ونشوف اللي هيحصل. ظهر لنا الصفحة بالشكل ده لما ضفنا عليها CSS. لو جيت مثلا دوست على يوتيوب
هتلاقي حتى تلاحظ ان في هوفر هيطلع لك القناة بتاعت اتعلم ببساطة. وده كانت عبارة عن صفحة بسيطة جدا باستخدام الموبايل. طبعا انت تقدر تعمل حاجات احسن من دي بكتير، بس هي محتاجة منك بس شوية صبر. بس طبعا مش هتكون زي متعة الكيبورد او الكمبيوتر انك تتعلم برمجة يعني من على الكمبيوتر، حتى هتكون اسهل واسرع، بس ده مش يمنع انك تقدر تتعلم برمجة من الموبايل. وكان في سؤال معانا من الزهراء كان بيقول لو سمحت لو عايز ابدأ من التليفون اعمل ايه؟ انت عامل فيديو واحد بس عن التليفون وبعد كده مشتغل بالكمبيوتر، ممكن توضيح اكتر؟ كل اللي هتعمليه انك تتفرجي مثلا على كورس C++ او اي كورس انت بتتعلميه وتشغلي برنامج ديكودر، وبعد كده تختاري مثلا لغة C++ لو بتتعلميها او لغة بايثون او حتى الويب، وهتطبقي من على الموبايل. والكود اللي انا بكتبه على الكمبيوتر هو نفس الكود اللي انت هتكتبيه على الموبايل. حتى برنامج ديكودر فيه اوبشن انه مديك كل الرموز، يعني مثلا زي رمز السيمي كولن، رمز اكبر من او اصغر من، علامة الاور، علامة الاند، العلامات دي كلها موجودة في ديكودر. وبس كده. يا رب يكون عجبك الفيديو وتكون استفدت من الفيديو ده، ولو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وتعمل سبسكرايب وشير. اشوفك في الفيديو الجاي.